طول عمري اقول ما تستناش حنان زي حنان ابوك. مش هتلاقيه مع حد، محدش هيحن عليك زيه. تستناش حب وقلق وخوف عليك قد حب امك. برضو مش هتلاقيه عند حد تاني مهما عمل لك. صح. الاب ما بتعوضش، وعمر ما حد هيعوضك عن حنان ابوه، لا عم ولا خال ولا اي حد في الدنيا. يا رب ما يحرمش حد من ابوه ولا من امه، اللهم امين. وارحم ابويا وارحم أمة محمد يا رب العالمين. عمر ما حد يديك حنان قد حنانهم ولا حب قد حبهم. قال على رأي المثل: يا مستني السمن من ظهر النملة، لا انت مقلي ولا انت قادح. هي نملة هتاخد منها ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل عليكم وصباح الياسمين يا أحلى متابعين. وحشتوني حبيب قلبي، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وبارك فيكم واحفظكم من كل سوء، اللهم امين. قولوا امين يا رب العالمين. اخواتي وحبايبي اللي مقصرين معايا في المشاهدة ومقصرين معايا في اللايكات، انا بصبح عليكم وجمعة مباركة عليكم يا حبيب قلبي، ربنا يسعدكم ويكبر خواطركم ويوسع عزكم، اللهم امين. النهارده كده هنعمل غدا بسيط جدا جدا مع بعض، ومش هيكلفنا حاجة ومش هياخد مننا وقت ولا اي حاجة ان شاء الله. ما تصلوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى أقل حق قدره ومقدار العظيم. هنعمل غدا النهارده يا أمولة، أظن زي ما انتم شايفين بيتكلم عن نفسه الفيديو يا جماعة، بيتكلم عن نفسه. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. كان عندنا كده ايه كام حتة فراخ كده بسيطين من احنا كنا مقطعينهم مع بعض كده. هنعمل عليهم صينية بطاطس محترمة وشوية رز بشعرية كده محترمين، ونقضي غدا النهارده ونقول اللهم لك الحمد. ايه رأيكم؟ انا حطيت معلقه سمنه وشويه زيت بسيطين، وبشوح الفراخ بتاعتي في قلب الزيت زي ما انتم شايفين كده، والسمنه زي ما انتم شايفين في الصينيه. جبت البطاطس بتاعتي قشرتها وغسلتها كويس وقطعتها حلقات كده زي ما انتم شايفين. نزلت عليهم بقرن فلفل حامي، انتوا عارفين ان احنا بنحب الشطه. تمام. فالقرن السبايسي ده او القرن الفلفل الرومي ده او الحامي ده بيخلي بصراحه الاكل في حته تانية خالص، بيخليه جميل قوي قوي يعني. يعني اللي مش لنفسي ياكل بصراحه هياكل لما يكون بياكل ايه حاجة حارة مشطشطة كده، يا سلام بتحلي الأكل وبتخليه جميل. ما أنا قلتلكوا وانتوا عارفين طبعي إن أنا بحب الشطة. طيب، قطعنا فلفل حامي كده حلو كده، قرن بحاله كده على البطاطس، ونزلنا بقرن أخضر كده من الفلفل البلدي ده زي ما انتوا شايفين. أحلى حاجة بقى في صينية البطاطس دي بعد الفلفل الحامي طبعا كتر لها بصل. البصل ده بيخلي البطاطس مسكرة وطعمها حلو وجميلة كده. وبصوا بقى، عيشوا الدور مع البطاطس، يعني مع البصل ده بيخليها مسكرة كده وجميلة وطعمها حلو، مهما تاكلي منها مش تشبعي من البطاطس دي بصراحة. انا بحب احط كده البطاطس على البصل على الفلفل الاخضر الفلفل الحامي، حتى لو مش في فلفل اخضر مش تفرق معايا، بس اهم حاجة الفلفل الحامي ده بخليها بصوا بقى حكاية. معلقة توم حلوة، شوية فلفل اسمر بقى كويسين، شوية من الملح بتوعنا، شوية سكر بسيطين، او معلقة عسل المتاح عندك. فانا كنت بصراحة مخلصة عسل، قلت احط شوية سكر وخلاص. تمام كده. تمام كده. ما يلا بينا نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البتاع ده عمال زحلق من ايدي وانا مش عارفه انا مش عارفه اعمل بيها حاجه بصراحه. فعاوز اقلب الفراخ وهي بتتزحلق من ايدي بصراحه، مش في اعصاب والله يعني حقيقي انا كنت تعبانه امبارح شويه بالليل، مش عارفه مش في اعصاب اصلا ان انا اروح ايه يعني ان انا امسكها وكلام من ده، فبتروح بتتزحلق من ايدي كده يعني. فمش مشكله يعني، المهم ان شاء الله انها تنجز ونعمل حاجه كويسه. خلاص. المهم انا جيت عند الفراخ بقى قلبتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت معلقه توم حلوه زي ما انتم شفتم من المهروس اللي انا كنت فرماه وحاطاه في عندي في التلاجة او في الفريزر. تمام. معلقه كمون، وبعدين بحط برضو معلقه فلفل اسمر برضو كده تكون كبيره حلوه كده. لزوم الفراخ بقى.
الا الفلفل الاسمر المحوج الجميل بتاعنا ده. عليه بقى حبهان، ورق لوري، كباب صيني، قرفة. بصوا، فلفل اسمر بقى وهم يا جماعة، وهم اللهم بارك يعني. طيب حطيت شوية الملح بتوعي وهنزل عليهم بقى تقليب بقى. بصوا، هقلبها كويس قوي قوي بقى عشان البطاطس دي شوية السكر اللي انا قلت لكم عليهم. هنزل بقى كويس اقلب فيها قوي قوي علشان البطاطس دي تشرب بقى كده من البصلة ومن التتبيلة الجميلة بتاعتها دي. تمام. وبعد ما اقلبهم كويس قوي كده مع بعض، اروح نازله بيهم على الفراخ. اسيبهم كده على النار قيمه 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط مش اكتر. ان الريحه الحلوه بتاعه الفلفل والثوم والبصل تاخد كده وتدي مع الفراخ. الريحه الجميله دي تاخد وتدي مع بعضها. وبعدين نروح نازله عليها بقى بالطماطم بتاعتي واسيبها تاخد لها غلوه وادخلها الفرن. شايفين الجمال؟ حتى لو حطيتها كده في الفرن من غير ما تحط عليها طماطم، الله اكبر عليها، حاجه زي العسل ما شاء الله اللهم بارك يعني. لكن احنا بنحط طماطم لانها صينيه بطاطس، يعني عايزين بقى صلصه كده وكلام من ده عشان تحط على الرز كده وتاكلي حاجه. بصوا، حاجه لوز كده يا جماعه. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، بعد ريحتها الحلوه ما طلعت اللهم بارك. خلاص انا كده نزلت بالطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين. هي الطماطم اي نعم صفرة، مش بتحمر يعني، مش حمر الايام دي خالص خالص يعني. طيب نزلت بقى بالتكه الحلوه بتاعتي، اللي هي شويه الفلفل الاسمر برضو اللي انا مش بستغنى عنهم، غير اللي انا كنت حطاهم في التتبيله. واقلب بقى كله في بعضه، الفراخ بالبطاطس بالبصل بالطماطم بتاعت المضروبه في الخلاط، كل الحاجات الجميله دي بقلبها كده في بعضها زي ما انتم شايفين. تمام. خلاص بعد ما قلبتها كويس بقى اغطيها واسيبها على النار تغلي لها غلوه، وبعدين احطها في الفرن عشان انا متخنه البطاطس بتاعتي شويه. يعني ما تدخلش الفرن تتلهف وبعدين ما تكونش مستويه، لا انا عاوزاها تبقى سايحه زبده كده وجميله اللهم بارك يعني. طيب انا جيت هنا حطيت معلقه سمنه بلدي وشويه زيت المتاح عندك، يعني سمنه بلدي زيت اي حاجه المتاحه عندك. وبعدين نزلت عليهم بشويه الشعريه. هنعمل حبه رز بشعريه كده، ايه فخامه يا جماعه، فخامه. بصراحه انا بعشق اول رز بشعريه، لا اما احط فيه زبده لا اما احط فيه سمنه، سمنه بلدي طبعا يعني. يعني انا لا اما اعمل الرز بشعريه ده اطبخه بزبده، اشوح الشعريه بزبده ومع الزيت طبعا، لا اما احط فيه السمنه البلدي. لان بصراحه يعني كده يتاكل، انما غير كده مش تحسيه حلو قوي يعني. هي كل حاجه ربنا حلوه طبعا، لكن انا بحبه بصراحه كده اكتر يعني. خلاص انا حمرت الشعريه بتاعتي زي ما انتم شايفين اللهم بارك، تحميرها كده زي العسل جميل، هي ما شاء الله تبارك الله. تمام. وحطيت الرز بتاعي عليها وشوحتهم بقى كويس كده لغايه لما الرز بتاعي اتشمع من الزيت والسمنه اللي كنت مشوحه الشعريه فيهم. وبعدين نزلتهم بقى قلبتهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. خلاص اللهم بارك بقى الرز كده بشت الباشا اهو. احط عليه بقى شويه الملح بتوعي اللهم بارك. تمام كده، تمام كده. خلاص اشوف بقى الغطا بتاع الحله فين، واروح اغطي الرز بتاعي واسيبه بقى مع نفسه كده. يلا يغلي بقى كده واستوي براحته كده، ربنا يعينه على حاله. طيب هروح اشوف بقى البطاطس كده. بص على البطاطس بسطه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. البطاطس بقى ايه غليت اهي وبقت زي الفل. على فكره يا جماعه انا مش بحب احط الصلصه اللي هي الجاهزه دي. الصلصه الجاهزه المعلبه دي انا مش بحبها بصراحه في الاكل، مش بحبها خالص يعني. فعشان كده انا اقول مثلا الاكل بتاعي يبقى اصفر شويه لكن مش هحب احط فيه صلصه. يعني حتى لو البطاطس بتاعتي صفرا شويه او المحشي بتاعي اصفر شويه مش مشكله عادي، اسمها طماطم خام، طماطم صافيه يعني، مش عليها صلصه. الصلصه دي مش اللي احنا بنعملها في البيت، لا الصلصه اللي هي بتتباع جاهزه دي، الصلصه المعلبه اللي بتتباع جاهزه دي انا مش بحبها خالص، مش بحبها بصراحه ربنا، ولا مش بستنضفها كده في الاكل يعني هي حريه شخصيه، لكن انا بصراحه مش بحبها. تمام. طيب انا كده جبت عندي اللبانه دي، حطيت فيها كوبايتين ميه وسبتها كده تغلي على النار. وعندي كيسين جيلي كده، هعمل ايه شويه جيلي حلوين كده مع بعض كده بالموز والفراوله. انا بحب احط في الجيلي بتاعي فاكهه، بدل ما يبقى كده حاجه عاديه، لا بنحط فيه فاكهه كده ونظبطه بحاجه جميله اللهم بارك كده. تاكل جيلي بالفواكه، انما الجيلي الساده ده لا 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 لا، مش مقتنع بيه بصراحه يعني، كده احسن. كان عندي بقى الموز، جبت 7 موز وحبيتين 3 كده فراولة، غسلتهم كويس وقطعهم بقى
وانزل فيهم في الكاسات بتاعتي ان شاء الله، وصب عليهم صب عليهم الجيلي اللي انا عاملاه، جيلي الفراولة طبعا، جيلي فراولة شغال، جيلي مانجا شغال، اي جيلي تحبيه حط الاشياء المناسبة او الفاكهة المناسبة فيه. جيلي الفراولة حلو قوي قوي، الفراولة القطع في قلبه والموز بصراحة يعني بتبقى جميلة جدا يعني. فطبيعي ان احنا لازم نميز احنا ممكن نحط يمشي مع انما انت ممكن تكون عاملة نوع جيلي مثلا مش يمشي معاه الموز، مش تمشي معاه الفراولة. تمام. فشوف المناسب الحاجات اللي تطلع مع بعضها يعني، او اللي تطلع على بعضها في الاكل طبيعي يعني. زي اللبس مثلا، انت ممكن تلبسي كذا يطلع على كذا، وممكن تلبسي كذا ما يطلعش على كذا. وصلت المعلومة؟ يا رب تكون وصلت، او يا رب اكون انا عارفة اصلا اوصلها. طيب يا جماعة، يلا بقى اللي ما حطتش اللايك بتاع لحد دلوقتي هنا يا ريت تشرفني باللايك الكريم بتاعها. شرفوني بلايكاتكم يا جماعة. انا عاوزة الفيديوهات دي بقى يعني، كفاية اللي حصل بقى الايام اللي فاتت دي، عاوزة شوية لايكات حلوة كده تظبط لي الفيديو ده، لان فعلا زي ما قلت لكم اللايكات من غير الفيديو، من غير لايكات مش بتشاف يا جماعة. فيا ريت ما تحرمونيش من اللايك الجميل، هو مش بيغرمكم حاجة لكن بيرفع من مستوى الفيديو انه يتشاف. تمام. تمام. طبعا انا بقالي كام يوم ما كنتش بنزل فيديوهات، لان طبعا عندي الستاند مكسور، مش من يوم ما كنت بنقل في الشقه دي الستاند اتكسر بتاع التصوير. فمن الله يصلح حالها بقى، منى بنتي بتروح بتصورني لما بتكون هنا، بتصورني في الفيديوهات بتاعتي، مش بيكون حد بقى يصورني غيرها. فهي كانت ال3 ايام او ال4 ايام دول كانت في المدرسه، ما كانتش موجوده هنا. فانا ما صدقت بقى انها جت النهارده كده، قلت بقى يعني يوم الجمعه ده بالذات بحب اعمل فيه غدا بسيط ما يضيعش وقت، لان بحس ان يوم قصير قوي قوي يعني، وانا ما بحبش بصراحه اضيع اليوم الجمعه بالذات في وقفتي في المطبخ. بحب اختصر يعني، انما احب ابدع بقى ده في اي يوم تاني، يوم خميس مثلا، في اي يوم تاني عادي. لكن يوم الجمعه ده بالذات مش بحب اختصر فيه. يعني انا قلت اعمل صينيه بطاطس كده بالفراخ وشويه رز بشعريه كفايه قوي النهارده. طبعا حاجه حلوه هنعمل جيلي بالفواكه اختصارا كده يعني، عشان ما اوقفش كتير في المطبخ ولا حاجه. تمام. خلاص الرز بتاعي خلاص ما شاء الله اللهم بارك، استوى بقى زي العسل اهو. هقلبه كويس بقى وشكرا كده. كانت مرات اخويا بتكلمني، سومة حبيبه قلبي. وطبعا ما كنتش انا ما كنت بتكلم في التليفون بصراحه بتلاقيني يعني عاوزه انجز بقى، بالذات في يوم التصوير ده احب اخلص واقعد اتكلم بقى براحتي كده يعني، نحكي بقى نطلع الحكاوي اللي عندنا. خلاص البطاطس بتاعتي غلت، ولعت الفرن تحت ونزلتها في الفرن بقى تتحمر كده وتستوي براحتها. طبعا كنت انا غاسله شويه غسيل وخدتهم بقى ورحت انشرهم زي ما انتم شايفين كده. يعني فرصه بالمره بقى مثلا عبال ما الاكل بتاعي يخلص او البطاطس تحمر، اكون انا نشرت الدور اللي انا غسلته ده. طبعا انتوا عارفين كل ستات البيت ان شغل البيت ده ما بيخلصش، والله فعلا يا جماعه شغل البيت مش بيخلص، موجود موجود. هنعمل فيه طول ما احنا عايشين؟ هناكل هنشرب الحمد لله، هنغسل هننشر الغسيل. بصوا زي ما قلت لكم هو الشغل مش بيخلص. بس يلا الحمد لله، ربنا يدينا شوية صحة كده وصبر وكل حاجة من الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ونغسل ونعمل كل حاجة. طيب احنا كده خلصنا. وبعدين بقى قلت بالمرة اروي الزرع بتاعنا عشان ما شربش بقاله كذا يوم. ده البصل، شايفين البصل؟ بسم الله ما شاء الله، ده البصل وده الكزبرة والشبت والثوم طلعوا. ده الثوم وده البصل الاخضر وده الشبت والكزبرة زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، طلعوا كده وبقوا زي الفل، حاجة عسل اهي. فانا قلت بقى اروي كده مرة واحدة واروح واخدة شوية كزبرة من دول بقى حطاهم على وش البطاطس. شايفين الكزبرة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شكلها حلو قوي قوي، تفتح النفس، اللهم بارك. جميلة، ولا بقى متهرمنة ولا محطوطة عليها مواد كيماوية ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، حاجة كده اللهم بارك زي العسل اهي، جميلة جدا. طبعا انا حاطة عندي الفراولة، انتوا عارفين الفراولة ملهاش روح، والفراولة دي من امبارح بالليل انا كنت حاطاها في التلاجة فطلعتها علشان خاطر
اغسلها، اعمل شويه عصير حلوين والباقي في الفريزر، لان زي ما انتوا عارفين البطاطس الفراوله بنشرها روح. شايفين بقى صينيه البطاطس بتاعتي اللهم بارك عامله ازاي، اقسم بالله تفتح النفس، حاميه كده وجميله وطعمها مسكر كده. بصوا حاجه عسل، حاجه لوز يا جماعه، حاجه بصوا، حاجه عسل العسل. وده الرز بشعريه بتاعي ما شاء الله مفرفر كده وجميل وريحته تفتح النفس. شايفين بقى دي البطاطس بقى، دي البطاطس اللي تتاكل، تاكلها وانت مغمضه مش تشبعي منها بقى، تحطها لضيوفك لاصحابك لقرايبك لاولادك، ما شاء الله تفتخري بيها فعلا. صينيه بطاطس فاخر من الاخر. متنسوش والله يا جماعه، واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.